السلام عليكم، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلشي على خير وبخير. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم مزيانين. وها هي الى وجدنا كيكه بالقهوه والشكلاط، كتجي اروع ما يكون. ان شاء الله اليوم غنشارك معكم مقادير ديالها، طريقه التحضير باش تجيكم معلكه. وكتجي صراحه الكيكه هذه كتجي خطيره بزاف بزاف، واحد المذاق يا سلام. الريحه ديالها كتبان في الوقيته فاش كتكون كطيب. شوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير، ما تنسونيش من لايكاتكم بارطاج لا فيديو، ونبداو على بركه الله. هنايا خديت البول كدير فيه جوج ديال البيضات، وغادي نزيد عليهم جوج ديال لي ساشي ديال الفاني. هنايا غادي نخلط هاد البيض والفاني، نخلطهم مع بعضياتهم شويه. غادي نزيد كاس ديال السكر بالنسبه للعبار ديال العنبه، غنخدمو حتى هو مزيان. غادي نزيدو بحالو الزيت بنفس القياس ونفس العبار نفس الكاس، غادي نخدمو حتى هو مزيان. غادي نزيد كاس ديال الحليب نفس العبار، دائما نفس العبار. هنا في الكاس درت واحد المعلقه ديال قهوه سريعه الذوبان، غادي نزيد عليها الماء مغلي، يعني ما يكون طايب مزيان. هانتوما غادي غير الزيت اللي كنت خويت في الكاس ماشي مشكل. المهم غادي نزيدها هنايا ونخلط، يعني بالزربه نزيدها بحال هكا ونخلط باش ما يطيبش ليا البيض. هنايا غادي نزيد المعلقه الاولى، انا كتعجبني تكون فيها الشوكولا بزاف. المعلقه الثانيه، وغادي ندير المعلقه الثالثه. المهم نتوما على حساب الذوق ديالكم تقدروا ديروا غير جوج معالق، انا كتعجبني بالنكهه ديال الشوكولا تكون غالبه. درت هنايا جوج كيسان ديال الدقيق، وغادي نزيد جوج ديال الخمارات. المهم انا الاكثريه صراحه الكيكه كتهز ليا 3 الكيسان ونص ديال الدقيق، انا غير كنزيد بالتدريج هكا يكون افضل. انا نوريكم القوام اللي غتحصلوا عليه في الاخر. زدت جوج ديال الخمارات وغنخدم هادشي مزيان، يعني نطربوه مزيان. صافي هنايا غادي نزيد واحد المعلقه ديال الخل ونعاود نرجع نخلط مزيان. هانتوما شوفوا معايا القوام ديال الكيك كيفاش كيهبط، كيهبط بحال هكا، ما يكونش خفيف كيهبط نيشان، على الاقل يكون هبط غير بشويه، وما يهبطش يعني بحال الا كيتلاح لكم بحال شكل البازي هذاك غيجيكم الكيك كله معجن. هنايا كنزيد عليها تقريبا واحد 4 المربعات ديال الشوكولا اسود، كناخذهم وكنحكهم. عندها اللي عندها الفيرميسيل الكحل دير واحد جوج المعالق. المهم كناخذهم كنحكهم في الحكاكه، هادو كيعطيو تعليكه خطيره. وغادي نخلطهم وغنخوي كلشي في المول. هذا هو المول اللي غنخدم فيه انا اليوم. المهم انا اختي تشهيته في هذا المول هذا مربع، ما بغيتش المول داير. دهنته مزيان بالزبده، وغادي نخوي فيه دابا الخليط ديال الكيك. صافي هنايا خويت الخليط في المول وغندير عليه كرقائق اللوز. المهم انا هادشي كيبقى غير اختياري، ماشي بالضروري ديروا اللي يعجبكم، تقدروا تخلوها غير هكاك تطيب وتزينوها باللي بغيتو. غندخلها طيب الفران بارد، ندخلها عاد نشعل الفران درجه الحراره 150 درجه 160. شاش كنطيب الكيك خلوطه كطيب كتبان لكم انها يعني طابت، وغتخرجوها ماكسيموم هي كتوصل واحد 45 دقيقه. وهاد الصوص هي باش غنسقيو الكيكه ديالنا. درت هنايا كاس ديال الماء ديال العنبه، زدت معاها معلقه ديال قهوه سريعه الذوبان، زدت هنايا واحد 5 ولا 6 ديال المربعات ديال الشوكولا اسود. المهم تكون كالا تكون نوعيه مزيانه، المهم اللي عندكم ديروه. غادي نديرهم فوق من النار اللي كتكون مهيله، خلوهم يطبخوا مزيان. فاش كطفيو عليها بغيتو تخليوها بحال هكا خليوها، انا صراحه غنخليها غير بحال هكا. بغيتو تزيدوا على واحد الياغورت ديال درهم هذاك الصغير، هذاك راه كيصرعها كيجي فن حتى كطفيو عاد تزيدوه وحركوا مزيان باش ما يبقاش مكلل لكم، وتسقيو به الكيكه. ايوا ها يا اختي الكيكه ديالنا هي وجدات طابت، خرجت من الفران بقى سخونه. واحد الريحه ديال القهوه في الدار، ما شاء الله اللهم بارك. صافي هنايا غادي بقى سخونه، ما نخليها انا اصلا نخليها في المول ديالها، ما نحيدهاش من المول، غنقطعها غير في المول. اللوز اللي درت راه كيبقى الفوق ما كيهبطش نهائيا. البنات اللي قالوا لي ديك المره راه حتى كتخرج عاد كتزيدي ديري فوق منها اللوز نهائيا، هو غيبان لكم اصلا محمر. يقدر نزيد شويه هكا من الفوق وصافي. بعد ما نسقيها السقوه راه باقا كطبخ، غنخليها حتى كطبخ مزيان، عاد نسقي الكيكه ان شاء الله. صافي هنايا ها هي الكريمه ديالنا. المهم كنبداو بسم الله، كنبدا كنخوي لها الطريقه هذه. هي راه كتشرب هذيك
هذيك الكريمه كامله كتربعتي راه كتجي معلكه وما كتنشفش. ودائما الكيكه غطيوها ولا قطعوها وديروها في بواطه باش تبقى لكم مزيانه. اما الا خليتوها بحال هكا في الثلاجه نيشان اولا راه من طبيعه الحال غتنشف لكم الكيكه. صافي انا خويتها كامله نتوما، خليها دابا حتى كتشرب مزيان هذيك الكريمه.